في إندونيسيا أكبر بلاد المسلمين. هو كتاب لمحمد ابن ناصر العبودي، وهو أديب ومؤرخ ورحالة سعودي. زار إندونيسيا 3 مرات، منهم مرة في الثمانينات، وكانت لحضور المؤتمر العالمي الإسلامي الأول للإعلام، ووثق رحلته في الكتاب ده، واتكلم عن المؤتمر وفقراته والناس المهمة اللي قابلها فيه، وإيه هي القرارات والتصريحات اللي طلعت بعد المؤتمر. كمان اتكلم عن إندونيسيا وتاريخها ودخول الإسلام ليها وتاريخ العمل الدعوي الإسلامي، وقال إن أهلها 150 مليون نسمة، والحقيقة إن ده كان في الثمانينات، ولكن السكان الإندونيسيين حاليا هم ما يقارب 275 مليون نسمة. محمد بن ناصر العبودي اتكلم برضو عن جاكرتا العاصمة، واتكلم عن رحلته لمدينة باندونج، واللي كان أقيم فيها المؤتمر الأفريقي الأسيوي في الخمسينات. اتكلم عن شكل الحياة الريفية والجبلية في إندونيسيا. ومن المرات الأخرى اللي زاروا فيها إندونيسيا كانت في التسعينات لحضور حفل مسابقة تلاوة القرآن الكريم في ولاية كاليمنتن. والحقيقة إن محمد بن ناصر العبودي كان الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وده دايما كان بيخليه حاضر في المناسبات الإسلامية المهمة. من الحاجات اللي ركز عليها واتكلم عنها هي سماحة وود أهل إندونيسيا، وإتقان تلاوتهم للقرآن الكريم، وحبهم للعرب، ونظافة مدنهم، وحرصهم على الاغتسال. وكمان ذكر إن جاكرتا تسمى بمدينة الألف جامع، واتكلم عن نظم التعليم الدينية والمدنية. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد. دي كانت حكاية كتاب في إندونيسيا، نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة.